لا تكن مثل سنو وايت، البنت المؤدبة ذات الأخلاق العالية والبشرة النضرة اللي اتقدمت لينا على إنها مثال الطيبة والجمال. الغريب إن احنا اتربينا نحب النموذج ده ونحلم نكون زيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي المميزين، وأهلا بيكم في روك نوليدج. في سلسلة لا تكن مثل هنفكك الشخصيات اللي اتقدمت لينا بشكل وردي في الكرتون، ونشوف ازاي بعض النماذج دي ممكن تبقى مؤذية لو اتفهمت غلط في الواقع. النهاردة هنبدأ بسنو وايت ونشوف هل هي فعلا نموذج للطيبة ولا حاجة تانية خالص. فخ المنقذ، أول فخ لازم نقف عنده. سنو وايت مش بتختار، هي بتتساب تتنقل من شخص لشخص وهو يختار عنها. الصياد قرر يسيبها وما يقتلهاش، الأقزام قرروا يحموها، الأمير قرر يتجوزها وينهي القصة، وهي مجرد متلقي. في علم النفس ده اسمه العجز المكتسب، لما الإنسان يقتنع إنه مش قادر يغير حياته فيستنى حد يجي ينقذه، وساعتها بيبقى عايش جوه تابوت إزاز، شايف الحياة بس مش قادر يتحرك ولا يشارك فيها، مستني حد يفوقه بدل ما يفوق نفسه. المشكلة إن النموذج ده مش بنشوفه بس في القصص القديمة، في شباب كتير دلوقتي عايشينه بس بشكل مختلف، مستني الفرصة تيجي تخبط على بابه، مستني الواسطة اللي هتحقق له حلمه، مستني المنقذ وهو واقف مكانه مخدش خطوة واحدة ولا اتحرك. التفاحة المسمومة. ليه بناكل التفاحة المسمومة؟ المشكلة مش في الطيبة، المشكلة في غياب رادار الخطر. سنو وايت وثقت في شخص كان رايح يقتلها، دخلت بيت ناس غريبة وأخدت تفاحة من ست عجوزة وشكلها مريب وأكلتها بدون تفكير. ده مش براءة، ده عمى في تقييم الخطر. وبنشوف ده في الواقع بشكل مختلف، ناس بتوافق على حاجات مش مناسبة ليها، مش لأنها مقتنعة لكن لأنها مش بترتاح إنها تقول لأ. شغل مش مناسب لكن بتكمله، علاقة مؤذية لكنها بتستمر فيها، استغلال واضح لكنها بتسكت. موضوع مش طيبة قلب، دي صعوبة في وضع حدود واضحة، وغالبا النمط ده أعمق من كده كمان، وبيجي نتيجة حماية مفرطة في الطفولة. حد كان بيحل المشاكل ليهم فكبروا من غير ما يتعلموا يميزوا بين التفاحة الحلوة والتفاحة المسمومة. فن الاستغماية مع المشاكل أو فن الهروب من المواجهة. لما الملكة قررت تقتل سنو وايت، سنو وايت ما واجهتش، ما بنتش خطة وما حاولتش ترجع حقها، هي اختارت الحل الأسهل، الهروب. ده نمط معروف جدا، فن الهروب من المواجهة. الهروب بيحل الخطر في اللحظة لكن بيأجل المشكلة وبيحطك في موقف أصعب. سنو وايت هربت من قصرها الملكي وخرجت في مكان ما تعرفوش ودخلت الغابة، وبعدين بقت خدامة عند الأقزام، من بنت ملك لخدامة في كوخ. الهروب مش دايما غلط، لكن لما يبقى بدون خطة بيحولك من ضحية لشخص عايش في موقف أسوأ على المدى الطويل. بتهرب من مشكلة عشان تدخل في مشكلة تانية أكبر وأصعب. متلازمة الفتاة الطيبة أو إلغاء الذات. أول ما سنو وايت دخلت بيت الأقزام بدأت تنظف وتطبخ وتخدم السبع أقزام وهي أصلا ما تعرفهمش. مقابل إيه؟ مقابل السكن والأكل والشرب. ده مش مجرد طيبة، ده إلغاء كامل للذات. ربطت قيمتها بالخدمة، حست إن وجودها لوحده مش كفاية، لازم تشتغل علشان تستاهل مكانها. النمط ده لسه عايش بقوة في الواقع دلوقتي، بنشوفه في الزوجة اللي بتحس إن ملهاش دور خالص غير الخدمة، في الموظف اللي بيشيل شغل الكل ويضحي بصحته علشان المدير يرضى، في الصديق اللي بيلغي شخصيته تماما مقابل إنه يكون مقبول عند أصدقائه. المشكلة مش في العطاء، المشكلة لما العطاء يبقى الطريقة الوحيدة لإثبات قيمتك.
فتبدأ تعطي مش عشان بتحب، لكن علشان بتخاف تترفض لو وقفت العطاء. وفي فرق كبير جدا بين الأدب وإلغاء الذات. الشخص الصحي بيقول لأ، وبيقدر يقول لأ من غير ما يحس إنه فقد قيمته. تقديس الرومانسية. سنو وايت شافت الأمير مرة واحدة بس، وقررت إنه حب حياتها والمنقذ اللي هيخلصها من كل همومها. ده مش إعجاب عادي، ده إسقاط كامل لفكرة المنقذ. في علم النفس ده بنسميه التعلق السريع. النوع ده من الناس بيقع في الحب بسرعة البرق، من أول نظرة، أول كلمة، أول موقف يوافق توقعاته. لكنه مش بيحب الشخص الحقيقي، هو بيحب الصورة المثالية اللي رسمها في خياله. صورة شخص هيحل كل مشاكله، هيخلي الحياة وردية وجميلة، وهينقذه من الواقع المر اللي هو عايش فيه. المشكلة ان الصورة دي مبنية على وهم مش على حقيقة. اي كلمة حلوة بتتحول لدليل حب ابدي، واي تصرف بسيط بيبقى علامة قدرية. فنبدأ نعيش سيناريو متخيل بدل ما تعيش الواقع، وده بيخلق فجوة كبيرة بين اللي متوقعه واللي هيحصل فعلا. الخلاصة، لو سألنا نفسنا سؤال بسيط، هي سنو وايت كان هدفها ايه او طموحها ايه؟ الإجابة ببساطة احنا مش عارفين. فلا تكن مثل سنو وايت. الأدب مش معناه انك تمحي شخصيتك، والطيبة مش معناها انك تفتح بابك لكل استغلال بيتقدم لك باسم الحب او الصداقة. ابني هويتك، طور رادارك للخطر، اتعلم تقول لأ، ما تستناش الظروف ولا الشخص المناسب علشان يفوقك او ينقذك. فوق لنفسك ودلوقتي. وقولولي أصدقائي المميزين، تفتكروا مين الشخصية اللي هنكسر صورتها الوردية المرة الجاية، بيل ولا أورورا؟ وما تنسوش لو عجبكم اللي بنقدمه اعملوا لايك واشتركوا في القناة علشان تكونوا جزء من مجتمع روك نوليدج المتحمس للمعرفة. مع السلامة، وأشوفكم الحلقة الجاية.